كلنا في حياتنا بنمر بأوقات بنحس فيها إننا عايشين في نفس الدايرة، بنعمل نفس الحاجات كل يوم، نفس الروتين، نفس التفكير، لدرجة إننا ممكن ننسى إن في حاجات كبيرة ممكن نغيرها عشان نعيش حياة أفضل. إيه أكتر حاجة نفسك تغيرها في حياتك؟ شاركنا في الكومنتات وخلينا نبدأ التغيير مع بعض. طب إزاي نقدر نغير من نفسنا؟ تعالوا شوفوا معايا. أول حاجة لازم نعترف إن في حاجات مش تمام في حياتنا، وإن التغيير محتاج بداية. يعني مش لازم يكون عندك كل الحلول من البداية، ولكن لازم تبدأ تعترف إنك محتاج تتغير. مفيش تغيير من غير هدف واضح. لو أنت مش عارف أنت عايز تغير إيه في حياتك، مش هتقدر تبدأ. فكر في حاجة واحدة، حاجة تحس إنها هتفرق في حياتك، زي إنك تبدأ تمارس رياضة، أو تتعلم حاجة جديدة، أو تحسن علاقتك مع الناس. محدش بيقدر يغير حياته في يوم وليلة. التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوات صغيرة. حاول تبدأ بحاجة بسيطة، زي مثلا لو عايز تبطل عادة سيئة زي التدخين أو الأكل غير الصحي. حاول تبدأ بحاجة صغيرة، زي إنك تقلل الكمية شوية بشوية. أكبر غلط ممكن نعمله إننا نكون قاسيين على نفسنا. التغيير مش سهل، وأكيد هتواجه صعوبات في الطريق، بس أهم حاجة هي إنك تكون صبور مع نفسك، وتحاول مرة واتنين وتلاتة لحد ما توصل للنتيجة اللي نفسك فيها. الناس اللي حواليك ليهم تأثير كبير على حياتك. لو عندك أصدقاء أو ناس في حياتك سلبيين، حاول تبعد عنهم وركز على الناس اللي بيشجعوك وبيحبوا يشوفوك أفضل. التغيير مش بس في الأفعال، ده كمان في التفكير. حاول دايما تكون مستعد تتعلم حاجات جديدة. كل ما تتعلم أكتر هتقدر تطور من نفسك وتكون أفضل. مفيش حاجة اسمها التغيير المفاجئ. التغيير بيحتاج وقت، وده شيء طبيعي جدا. خلي عندك إيمان إن كل خطوة بتاخدها في الطريق ده هتكون خطوة في الاتجاه الصح. في النهاية التغيير مش سهل، بس مش مستحيل. كل واحد فينا عنده القدرة إنه يغير حياته للأفضل، بس لازم يكون عنده الإصرار والعزيمة. لو قدرت تبدأ تغيير صغير في حياتك النهاردة، هتلاقي نفسك متغير بشكل كبير بعد فترة، وكل يوم هيكون خطوة أقرب لنسخة أفضل منك. إيه أكتر حاجة نفسك تغيرها في حياتك؟ شاركنا في الكومنتات وخلينا نبدأ التغيير مع بعض.